السلام عليكم يا جماعه. السلام عليكم، وانا جاي لك بفيديو النهارده. مش طالع بكون مختلف ولا ابقى معارض ولا اخد لقطه ولا الكلام ده. بس انا جاي لك النهارده ولازم تسمعني الدقيقتين دول. ليه بقى يا صاحبي؟ علشان اقول لك الكابتن حسين الشحات واقول لك الكابتن عماد النحاس الناس عامله منهم ايه. تمام. واي حد يعمل منهم حاجه ويتكلم ان هي عماد النحاس مدرب جامد وننزل حسين الشحات والتبديل الذهبي التبديل الفاجر، افرح حفل. بس ادي لكل واحد حقه في الكوره. الفيديو ده بتاع كوره، بتوع ناس بتوع كوره بس. حسين الشحات، تمام. انا لما اجي اقول نزل ماتش الزمالك وعمل وان الكابتن عماد النحاس عمل تبديل خرافي، تبديل جاي من كوكب تاني، ما تيجي يا عم ما اقول لك. تعالى نرجع اخر 5 ماتشات قبل مباراه القمه بين النادي الاهلي والزمالك. اخر 5 ماتشات تعالى هنتكلم هنقول ايه يا صاحبي. بص يا سيدي، هنيجي من اول ماتش غزل المحله. تمام، هنجيب التشكيل. عندك الاهلي وغزل المحله، تشكيل الاهلي عندك زيزو، تريزيجيه، بن شرقي، الراجل جراديشار، الراجل كتر خيره. تمام. حسين الشحات فين بقى؟ الماتش ده طلع 0-0. حسين الشحات فين بقى؟ تعالى يا عم. كابتن حسين الشحات بدور عليه اهوت. تمام. حسين الشحات نزل في الدقيقه 79. عارف يعني ايه نزل في الدقيقه 79 وفرقه متعادله 0-0؟ غزل المحله. يعني النادي الاهلي المدرب مش معتمد على حسين الشحات ان ورقه رابحه زي ما احنا فاهمين. مش ان هو عمل تبديل ذكي. مش ان هو حسين الشحات فايق وطب يجبر المدرب انه ينزله يعمل الفارق. الراجل نزل وعادي 10 دقائق مشكور، وطلعوا كام؟ وطلعوا 0-0 الغزل المحله والنادي الاهلي. نيجي على الماتش اللي بعده، بيراميدز والنادي الاهلي. عندك اهو بيراميدز والنادي الاهلي. تمام. بيراميدز طبعا كسب 2-0. بيراميدز كسب الاهلي 2-0. نيجي على التشكيل، شريف، زيزو، تريزيجيه، بن شرقي. فين يا عم حسين الشحات يا عم؟ فين يا عم؟ طب يلعبوا بيراميدز يا عم، فرقه قويه يا عم، نزل حسين الشحات يا عم. عماد النحاس، انت راجل يعني بتفهم وراجل تكتيك وراجل عارف مين اللي هينزل يخلص يعني. نزل حسين الشحات يا عم. تعالى يا عم. البدلاء، حسين الشحات قاعد ما نزلش خالص ماتش بيراميدز، يعني كده ماتشين اوت. ماتشين الراجل مستواه متكعبل مش لاقيين له حل. تعالى يا عم على الماتش ايه اللي بعده. هذا ماتش الاهلي وبيراميدز، ان المفروض الراجل هينزل يسند في ماتش زي جامد زي ده. انبي والاهلي 1-1. انبي والاهلي 1-1. نجيب التشكيل كده. شريف، ده مين ده؟ شريف، زيزو، بن رمضان، تريزيجيه. طب فين يا عم حسين الشحات يا عم؟ حسين الشحات يا عم اللي الناس عماله تتكلم يا عم، وحسين الشحات خارق، وحسين الشحات مكوكب. يا جماعه ده واجبه، الراجل ينزل يجيب جون ويعمل اسيست. انت فين بقالك 4 ماتشات؟ انت هتمشي ولا مش هتمشي؟ هل احنا هنجدد لك؟ النادي الاهلي هيجدد لك عشان خاطر جون و... وبتاع واسيست ونرجع نقول يا ريتنا ما جددنا؟ هل انت يا راجل كل 5 6 شهور بتجيب جون حلو وتعمل ماتش حلو تعمل 5 دقائق حلوين نقوم مجددين نتدبس مثلا في 30 مليون في 25 مليون؟ انا بتكلم مثلا الاداره. ما احنا لازم يا عم، احنا لازم نتكلم كوره. فين بقى عماد النحاس؟ 3 ماتشات اهوت والراجل بيتعادل ومتكعبل ومحتاجه. تمام. تعالى يا عم. تعالى يا عم زيزو اهو بقى خلاص بيلعب. تعالى يا عم، احنا قلنا ايه؟ الاهلي وانبي. طيب يا عم الاهلي وسيراميكا كسبان 1-0 طبعا. الاهلي بقى نيجي طاهر، شريف، بن شرقي، رمضان، عطيه، تريزيجيه. فين يا جدعان حسين الشحات يا جدعان؟ فين يا كابتن عماد نحاس؟ انا عمال ادور له على اخر 4 ماتشات. فين جمهور الاهلي اللي بيفهم؟ جمهور الاهلي اللي بيفهم، اللي بيقول لك الراجل ده خلاص. يعني جمهور الاهلي من الضجه دي ممكن يجدد لواحد اساسا المدير الفني مش معتمد عليه. انا عايزك تكمل يا جماعه الفيديو للاخر وتركز. لو مش فاهم الفيديو عيده تاني، يعني انت لو مش فاهمه عيده تاني. عندك، نيجي بقى لدكه البدلاء. طبعا الاهلي كسب سيراميكا 1-0. دكه البدلاء فين يا عم؟ حسين الشحات نازل في الدقيقه 72 مكان تريزيجيه. لا مؤاخذه، انا الفيديو ده مش هقص منه حاجه، هجيبه كده على طول. عندك حسين الشحات نزل في الدقيقه 72. تمام. الراجل نزل وكده كده في هدف والدنيا تمام وزي الفل. طيب نيجي على ماتش حرس الحدود. حرس الحدود الاهلي كسب حرس الحدود 3-2. نيجي على التشكيل 3-2. نيجي على تشكيل النادي الاهلي. عندك طاهر، ده المفروض الماتش حرس الحدود. حرس الحدود والاهلي الماتش اللي هو قبل نادي الزمالك بالظبط. يعني انت لو عماد النحاس مدرب كبير ومدرب بيفهم ومدرب يعمل ايه بقى يا صاحبي؟ يلعب التشكيل الانسب اللي هيلعب بيه تشكيل الزمالك عشان اللعيبه تنسجم، اللعيبه تاخد الحماس مع بعض، اللعيبه تفضل في رتمها العالي. إيه ده الطبيعي. هتلاعب فرقه جامده، بتلاعب ماتش قبله ماتش وما انتش مضغوط والدنيا تمام. لاعب يا عم التشكيل الاساسي لو هتلعب 45 دقيقه. حسين الشحات اساسي وتمام التمام. طب يا عم حسين الشحات
الماتش انتهى 3-2. طب حسين الشحات هيطلع امتى يا عم؟ هيطلع امتى؟ مثلا الراجل بيطلعه في الدقيقه 62. عارف يعني ايه بيطلعه في الدقيقه 62؟ يعني المفروض بقى ان لعيبته اساسي اهوت. طبعا كان في اصابات، كان في زيزو اتصاب، حسين الشحات لعب وخد. تمام. فنيجي بقى يا صاحبي، انت راجل بتطلع واحد في الدقيقه 62 برضه، ومقعده بقالك كام ماتش، ويوم ما تيجي تلعبه ما تديلوش حتى 80 دقيقه 70 دقيقه، بتديله 62 دقيقه، يعني 10 دقائق في الشوط الثاني. تمام. نيجي بقى لماتش الزمالك. ماتش الزمالك طبعا كلنا عارفين مين اللي لعب. نيجي لماتش الزمالك، شريف، بن شرقي، طاهر، بن رمضان، تريزيجيه. فين يا عم حسين الشحات؟ فين يا عم؟ قول لنا يا عم حسين الشحات فين؟ حسين الشحات بقى بينزل في الدقيقه 69، قول في الدقيقه 70، يعني نازل تلت ساعه. فين بقى فكر، فين فكر كابتن عماد النحاس ان انت المفروض راجل معاك واحد توب عمال شغال؟ لو حسين الشحات كويس، لو حسين الشحات كويس وجمهور الاهلي شايفه توب، تمام، يبقى المفروض العيب في المدير الفني عماد النحاس، والنادي الاهلي يدور على مدير فني تاني بسرعه بسرعه. انت ازاي يا عم سايب واحد 5 ماتشات قبل ماتش القمه؟ مش هقول لك بقى قبله 5 ماتشات قبل ماتش القمه، الراجل ناهيه خالص، انت راجل مش معتمد عليه اصلا، وراجل نزل تلت ساعه عمل شغل، عمل فرح جمهور الاهلي، كتر خيره. ادي حاجه يعني في غلط في عماد النحاس، لازم النادي الاهلي يشوف مدير فني تاني. انت ازاي مش ازاي بتلاعب ناس على ناس عشان واخده فلوس؟ ازاي بتلاعب ناس على ناس عشان العقد بتاعها اعلى؟ تمام التمام. نيجي بقى لحسين الشحات. يا كابتن حسين الشحات، خدت ماتش سيراميكا اللي هو ماتش الاهلي، خدت 62 دقيقه، المفروض تبقى انت توب، حاطط رجلك تجبر الكابتن عماد النحاس انك تلعب ماتش الزمالك اساسي. ادي حاجه. المفروض نزلت اخر 10 دقائق في ماتش تجبره ان انت راجل في الصوره، يديك بدري شويه ويديك وقت اكتر. انت راجل مستسلم وسايب نفسك، تمام، ما انتش في الصوره بقالك 5 6 ماتشات قبل ماتش القمه. فلما نيجي بقى للتغييره الذهبيه، التغيير العالميه، التغييره اللي فوق السحاب، انت راجل مغلوب، وعندك زيزو مصاب، عندك بن شرقي مش موجود، عندك تريزيجيه بيهجص وبينزل ومش عارف ايه وايه 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 وبيبعد عن الجون، تمام، وخسران 1-0. فتيجي تنزل لي حسين الشحات اخر تلت ساعه، تمام، ما هينزل مين يا جماعه؟ هينزل مين؟ ما هو ما فيش الا هو. يعني لا تبديل ذهبي، ولا تبديله من كوكب تاني، ولا تبديله فوق الاخرون، ولا الكلام ده كله. هينزل مين؟ ما هو ده الطبيعي ان هينزل حسين الشحات. ادي حاجه. ونزل بعدها احمد عبد القادر. يعني الراجل بينزل الورق اللي معاه، يعني ما جاش لاعب حسين الشحات تحت الفيرود لعب 3-4-3، ما غيرش تشكيل. الراجل عمل ايه؟ الراجل طلع هاف ونزل هاف. ايه الفكره في كده؟ ايه الفكره في كده يا جماعه؟ بالله عليكم خلونا نتكلم كوره شويه، مش عشان اعاند جمهور الزمالك ولا عشان اعاند جمهور الاهلي اخلي النادي يتدبس في لعيب اصلا يعتبر مش في الصوره. اطلع من المدرب نجم، اطلع من المدرب نجم يعتبر قاضي على واحد ان هو نزل وبقى كويس، يعتبر ان هو مش قاري لعيبته، يعتبر اللي هو بيلاعب لعيبه عشان واخده فلوس على حساب لعيبه تانية. مش عايز اطول عليكم، وانا اسف ان كنت طولت عليكم، ويا ريت اللي مش فاهم الفيديو يسمعه تاني، وشير ولايك يا حبيب قلبي. سلام.